يمكن لي استعمال أضواء الضبابة ديال الخلف؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. هنا يمكن نكونو في الشتا كنشعلو ضوء الضبابة ديال القدام فقط مع التقابل. في الثلج والضبابة عاد كنشعلو ضوء الضبابة ديال الخلف. هنايا اذا ما يمكنليش نستعمل الضوء ديال الضبابة ديال الخلف. سؤال جوج. كيتواجد المنحدر الخطير على بعد 800 متر؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. الانحدار هو 6 متر لكل 100 متر. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة. العلامة الخطر كتبدا على بعد 150 متر خارج المدينة و50 في المدينة. ملي كيديروا لنا هاد العلامة التكميلية على بعد 800 متر كتلغى القاعدة الأولى، كيولي هاد الخطر كيبدا على بعد 800 متر. إذا كيتواجد منحدر خطير على بعد 800 متر. الانحدار هو 6 متر لكل 100 متر. نعم هما دايرين لي 6%. هنايا كل ما مشيت 100 متر كنهبط 6 متر ديال الحدورة. بحال دابا انا غادي هنايا، غادي مشيت 100 متر راه بحال هبطت هنا 6 متر د الحدورة هادي. نعم. سؤال ثلاثة. ندوز قبل العربة الخضراء؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. قبل العربة الزرقاء؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة. في غياب اي تشوير طرقي قلنا كنعطيو اسبقية لليمين. هنايا اليمين عنده هنايا ها هو شرطة راه هي قف، راه ما جاياش في اي ملتقى يبقى يديرو بلاكة القف. بعد خطرات كيعوضوها هنايا بشرطة. ها هي هاد الشرطة هادي راه كتعلن على قف. هذا ما عندوش حق اسبقية، راه عنده قف. وديما اليسار اللي قدامك هو باغي يدور على اليسار اللي هو اليمين ديالك، تا هو ما خصوش يدوز هنا. اذا ندوز قبل العربة الخضراء؟ نعم. وقبل العربة الزرقاء؟ نعم. سؤال أربعة. يمكن لي نقوم بتجاوز هاد الشاحنة؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. هنايا ما يمكنليش ندوب لهاد الشاحنة، لا هي هاد السيارة هادي لا الشاحنة الزرقاء جاية وهنايا راه عقبة الطريق من كتكون كدي وكتجي فما كندوبلوش. لا هاد. سؤال خمسة. يمكن لي نغادر هاد المكان؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. هنايا الشمس ضاربالو هنايا والرؤية غير واضحة، ما يمكنليش نغادر هاد المكان. سؤال ستة. في هذا الاتجاه من الطريق يمكن لي التوقف بعد هذه العلامة على اليمين؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. على اليسار؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة. ها هنايا باش كن ديما الطريق في اتجاهين. المنع الوقوف والتوقف إلا كانت الطريق في اتجاهين راه ممنوع علينا غير في هاد البلاصة. هاد البلاصة راه ما خاصهاش بينا، ديما المنع كيطبق في هاد البلاصة. بحال دابا هنا دايرين لنا ممنوع التوقف، راه ممنوع التوقف في هاد البلاصة من العلامة لهيه. قبل راه مسموح ولكن هنا منعرج ما خصناش نوقفو في المنعرج تا هو. هنا دايرين لنا ممنوع التوقف. وهاد البلاصة راه هي ممنوع التوقف فيها لأن الطريق كدي وكتجيب. إلا كان الطريق غير كتدي يمكننا نوقفو في اليمين ويمكننا نوقفو في اليسار إلا كان هادشي ما ممنوعش. هنا في هاد الطريق في هاد الاتجاه من الطريق يمكن لي التوقف بعد هاد العلامة، لا على اليمين وعلى اليسار، حيت هنا الطريق في اتجاهين. هنايا واخا ما دايرين لا حتى شي بلاكه راه ملي كتكون الطريق كدي وكتجيب ما كنوقفوش في اليسار ديالنا، كنوقفو غير في اليمين ديالنا. وها اليمين ديالنا راه دايرين لنا ممنوع التوقف. سؤال سبعة.
يمكن لي نستعمل إشارة ضوئية؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. ننقص من السرعة؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب ربعة. وحنا تخافلنا مع هاد السيارة خشى على ضوء الطريق، خصني نبهها بإشارة ضوئية، وهنايا خصني ضروري نقسم السرعة لأنه هو الخطر حدايا. سؤال 8. هاد العلامة كتعلم على أن السير غيولي في اتجاه واحد. الجواب واحد. انتهاء مسلك التجاوز. الجواب زوج. انتهاء السير في اتجاه واحد. الجواب ثلاثة. مسلك النجدة. الجواب ربعة. هنا هاد الطريق هادي فيها ثلاثة مسالك، ها المسلك الأول، ها المسلك الثاني، ها المسلك الثالث. هذا مسلك السير، وهذا مسلك التجاوز، وهذا مسلك اللي كيجي من بعد. شحال ولا غير مسلك السير كيدي ومسلك السير كيجيب، هما ولاو هنا غير جوج، وهنا كانوا ثلاثة. إذا هاد المسلك هذا اللي في الوسط ديال التجاوز أي تسالى. شنو هنايا؟ أن السير في اتجاه واحد لا، انتهاء مسلك التجاوز نعم، انتهى مسلك التجاوز. انتهاء السير في اتجاه واحد لا، مسلك النجدة لا. إذا رقم جوج. السؤال 9. حركة السير في هذا الطريق غتكون مؤقتة في الاتجاهين بزوج. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. هنا هما دايرين لنا علامة صفراء، إذا راه مؤقتة، وهما دايرين لنا في اتجاهين، هما دايرين لنا التذكير، زعما راه كانت من قبل في اتجاهين. سؤال 10. في هذه الحالة من الواجب النقص من السرعة. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. هذا الجرار اللي العرض ديالو كيزيد على 2 ديال المترو خاصو يسمح ليا بالمرور. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب ربعة. هنايا ضروري راه خصني نقسم السرعة، وهاد الجرار هذا في هاد التقابل خصو يسمح لي هاي الطريق يدوز لهنا ويخليني ندوز لهنا. ديما العربة البطيئة خصها تسمح بالتقابل. سؤال 11. الإشارات الطرقية كتعلم على منحدر خطير. الجواب واحد. طريق دون مخرج. الجواب زوج. مسلك النجدة. الجواب ثلاثة. مكان الاستراحة. الجواب ربعة. هنا الإشارة الطرقية راه كتقول لي منحدر خطير في 6% على طول 1000 متر. إذا منحدر خطير. سؤال 12. عند ملتقى الطرق اللي جاي غندور على اليسار، نعطي حق الأسبقية. اليمين نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. اليسار نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب ربعة. أنا الطريق ذات أولوية، ما كنعطي لا اليمين لا اليسار، كندوز أنا الأول. سؤال 13. يمكن لي التجاوز؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. هنايا هما عندي أسهم الانحياز ما يمكنليش نتجاوز، وهنايا هو عندي أرامة كتعلن على ملتقى الطرق. ها الملتقى الطرق، راه في ملتقى الطرق ممنوع التجاوز إلا في 3 حالات. الحالة الأولى الضوء الخضر، الحالة الثانية قنطرة ديال قنطرة ديال الماشينة بالحاجز، والحالة الثالثة هي طريق ذات أولوية. هنايا عندنا ملتقى عادي وغير الملتقى وما عندنا أسهم الانحياز، إذا يمكن لي نتجاوز لا. سؤال 14. يمكن لي نوقف على اليمين على جنب الطريق. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. هنايا هما دايرين لنا الخطوط الجانبية ديال اليمين متقطعين، إذا يمكن لي نتخطاهم، يمكن لي أنا نوقف هنايا في جنب الطريق، كاين حتى شي حاجة ما كتمنعش. دخل بحالك لهنا
سؤال 15. بعد هذه العلامة يمكن للسير ب 70 كيلومتر في الساعة. الجواب 1. 90 كيلومتر في الساعة. الجواب 2. 100 كيلومتر في الساعة. الجواب 3. هنايا راه قبل هاد العلامة كانوا مانعيننا نفوتو ب70، كانوا مانعيننا نفوتو ب70. هنا دايرين لنا نهاية المنع 70 كيلومتر في الساعة، إذا يمكننا نتعداوها. وهنايا باينة طريق وطنية، إذا السرعة راه محدودة في 100، إذا يمكن ليا نمشي ب70 وب80 وب90 حتى ل100. سؤال 16. يمكن لي التجاوز. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. هنايا هاد السيارة هادي باغا تدخل لباحة استراحة، يمكن لي نضوب لها. سؤال 17. سؤال نعم، يمكن لي 16. نضوب لها. سؤال 17. غندور على اليمين عند ملتقى الطرق اللي جاي، من لازم نوقف عد. لا. الجواب 2. غنعطي حق الاسباقية اللي جايين على اليسار فقط. نعم. الجواب 3. لا. الجواب 4. هنا يقولك غندور على اليمين عند ملتقى الطرق اللي جاي. كيهضرولناش على الطريق هادي راه الخط متصل بالطريق ذات اتجاهات، هما كيهضرولنا على من بعد هاد على بعد 150 متر نلقاو قيف، هما كاتبين لنا قيف. ديما قيف كنعطيو اسبقية لليمين واليسار ولازم نوقف. هنا من لازم نوقف، غادي نعطي حق اسبقية اللي جاي من اليسار فقط. لا، خصني نعطي اسبقية لليمين واليسار. سؤال 18. أول علامة كتشير الخط متصل. الجواب 1. لانتهاء المنع. الجواب 2. عقبة. الجواب 3. أن التوقف ممنوع. الجواب 4. أول علامة كتشير هي انتهاء المنع، ديال بركو على انتهاء المنع. سؤال 19. يمكن لي التجاوز. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. هنا كما ذكرنا من قبل، قلنا في 3 الحالات يمكننا نضوبلو في ملتقى الطرق، ونزيد نذكركم بها. هما الضوء الخضر، قلطرة ديال المشينا بالحاجز، وطريق ذات أولوية. ما كاينينش هادو. هنايا عندنا أسبقية لليمين، إذا في ملتقى الطرق راه ميمكنناش نضوبلو، يمكن لينا نتجاوز. لا. سؤال 20. في هذه الظروف هناك خطر انزلاق العربة. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. من الواجب نمشي بأضواء التقابل مشعولة. نعم. الجواب 3. لا. الجواب 4. هنايا الشتا بزاف، ضروري هناك خطر انزلاق العربة، وديما في الشتا كنمشيو بالضوء ديال التقابل والضبابة ديال القدام. هنايا قالك من الواجب نمشي بأضواء التقابل مشعولة. نعم. سؤال 21. يمكن لي نتابع التجاوز. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. هنايا راه خصني ضروري نتابع التجاوز. ها هو راه شي واحد مورايا، وهنايا في طريق ذات اتجاه واحد، راه حتى شي واحد ما يجي، يمكن لي نتابع التجاوز. سؤال 22. العربة الحمراء نقصت من السرعة ديالها. نتجاوز. الجواب 1. ننتظر باش نتجاوز. الجواب 2. هاد العربة الحمراء نقصت من السرعة ديالها لأن شافت شي خطر. ضروري أنا خصني ننتظر باش نتجاوز، ما خصنيش نتجاوز، وهي هاد السيارة هادي بغيت ندامج دايرة السينيال. سؤال 23. السائق كيكون معرض للتعب أكثر إذا كانت أحوال الجو مزيانة. جبورة 1. صعيبة. الجواب 2. أنا ضروري صعيبة. سؤال 24. إحصائيا هناك خطر باش نتعرض لحادثة جسمانية قريبة من داري. الجواب 1. بعيدة من داري.
الجواب زوج. أنا شنو كيقصدوا القريبة من الداري ولا بعيدة من الداري؟ زعما في المدينة وهنايا خارج المدينة. في المدينة كيكونوا الزحام، هناك إحصائيات كتقول بلا في المدينة كاينين الحوادث كثر. سؤال 25. باش نتجاوز صاحب الدراجة النارية من الواجب نخلي مسافة جانبية ما كتقلش على مترو. الجواب 1. مترو ونص. الجواب 2. هنايا باش نتجاوز صاحب الدراجة النارية الواجب نترك مسافة جانبية ما كتقلش على، هنايا المسافة الجانبية هي متر ونص خارج المدينة ومتر في المدينة. هنايا راه مكاينش طريطوار، إذا راه حنا خارج المدينة خصنا نخليو متر ونص، ولكن ماشي من الواجب عليا نخلي متر ونص، اللي من الواجب عليا نخلي غير متر. ولكن إلا سولوك ما دارولكش هاد من الواجب، سولوك على المسافة الجانبية ديرلو متر ونص، ديما من الواجب كنخليو غير متر. إذا هنايا راه ماشي الطريق ديال نخلي متر ونص، نسوق هنايا ديك الساعة. إذا من الواجب متر، إلا ما قالولكمش من الواجب عاد ديروا لهم متر ونص. سؤال 26. يحطوا لي بياج في ديك الأسئلة. كنمشي بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، مسافة الأمان كافية؟ نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. طريق السيار ملي كنكونو غاديين ب90 حتى ل100 كنخليو جوج د الخطوط، ها هما الخطوط الجانبية جوج. إلا كنا غاديين ب120 خصنا نخليو 3 د الخطوط. هنا واخا دايرين لنا 120 راه ماشي خصنا نخليو 3، حنا كنمشيو بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، خصني نشوف أنا السرعة باش غادي ماشي هما باش محددين لنا السرعة. إذا مسافة أمان كافية، حيت جوج د الخطوط كنا غاديين ب120 عاد نديرو 3. كنمشي بسرعة 70 كيلومتر في الساعة، أنا في الوضع المناسب من الطريق؟ نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. هنايا راني في مسلك السير، إذا أنا في الوضع المناسب للطريق. فوقاش إلا ما يمكن ما غاديش نكون في الوضع المناسب للطريق. هنايا عقلوا على هاد الخطوط هادو ملي كيكونوا عراض راه كيعلنوا على مسلك خاص بالعربات البطيئة. ان العربات البطيئة خصها تمشي في هاد المسلك هذا اللي كيكون السرعة ديالها ما كتجاوز 60 كيلومتر في الساعة. دابا انا غادي ب70، اذا يمكن لي نمشي هنايا. كنت غادي ب60 خصني نمشي بالمسلك الخاص بالعربات البطيئة، وكنعرفوا بهذا الخط هذا كيكون عريض. سؤال 28. سؤال 28. هناك خطر للنحاس من المسار؟ نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. هنايا هناك خطر انحسم المسار، وهنايا هبوب الرياح، هاد الإشارة بلا راه كاين رياح. سؤال 29. يمكن لي نتجاوز العربة الزرقاء من اليمين؟ نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. من اليسار؟ نعم. الجواب 3. لا. الجواب 4. هنا ملي كيكون الزحام كنبقى في المسلك ديالي، ما ندوب لا على اليمين لا على اليسار. التجاوز على اليمين ممنوع واليسار هما عربات مراية. سؤال 30. ننحاز للمسلك ديال اليمين؟ نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. هنا هاد السيارة راه دايرة السينيال باغا تدخل لهاد المسلك هذا اللي هو التجاوز، وانا نتحاز لليمين، اذا لا خصني نبقى في المسلك ديالي. سؤال 31. عند ملتقى الطرق يمكن لي نغير الاتجاه اليمين؟ نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. نغير الاتجاه اليسار؟ نعم. الجواب 3. لا. الجواب 4. عند ملتقى الطرق يمكن لي نغير اتجاه اليمين، دايرين منا ندور على اليمين، اذا لا يمكن لي نغير اتجاه فقط اليسار فقط. سؤال 32. يمكن لي التوقف على الرصيف ديال اليمين قبل العلامة؟ نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. بعد العلامة؟ نعم. الجواب 3.
لا، الجواب 4. هنا ممنوع التوقف، وراه دايرين لنا سهم قبل ومن بعد. إذا راه ممنوع التوقف قبل العلامة ومن بعد العلامة. يمكن لي نتوقف على رصيف اليمين قبل العلامة ومن بعد العلامة لا. سؤال 33. كنجر قاطرة يمكن لي نغير الاتجاه اليمين؟ نعم، الجواب 1. لا، الجواب 2. هنا دايرين لنا ممنوع العربات اللي كيتعداو 3 متر في العلو، وممنوع على الشاحنات، وممنوع تمشي أكثر من 50 كيلومتر في الساعة. هنايا كنجر القاطرة ما عندي حتى شي علامة كتمنع ذلك، إذا يمكن لي نغير اتجاه اليمين. سؤال 34. ملي نربط حزام السلامة نراقب أن السمطة موضوعة على الخصر؟ نعم، الجواب 1. لا، الجواب 2. ما ملوياش؟ نعم، الجواب 3. لا، الجواب 4. هنا خصني ضروري نشوف واش موضوع على الخصر وما ملوياش. نعم. سؤال 35. بعد ما طلبت النجدة من الأفضل ننتظر الإغاثة. في العربة ديالي الجواب 1. خلف قضبان الأمان الجواب 2. هنا راه خلف قطب الأمان باين. سؤال 36. نقص من السرعة وندوز الجواب 1. لازم نوقف الجواب 2. هنا ينفع يكون راجل عن الشانطي لازم نوقف. سؤال 37. هاد العربات كتمشي بشوية يمكن لي نتجاوز؟ نعم، الجواب 1. لا، الجواب 2. هنا خط متصل خصو ديما صوت، إذا لا. سؤال 38. يمكن لي نتوقف على اليمين؟ الجواب 1. على اليسار؟ الجواب 2. يمكن لي نوقف على اليمين؟ الجواب 3. على اليسار؟ الجواب 4. هنايا في هاد الطريق اتجاه واحد، ملي كتكون الطريق ديال اتجاه واحد يمكننا نوقفو نتوقفو في اليمين، يمكننا نوقفو نتوقفو في اليسار. إلا كانت بطبيعة الحال ما كاين حتى شي علامة كتمنع لنا التوقف أو الوقوف. هنايا كما عطاونا هنايا ممنوع التوقف، حاطينها لنا غير في الجنب ديال اليسار. إذا اليمين يمكن لي نوقف ونتوقف، واليسار ممنوع غير التوقف يمكن لي نوقف. إذا يمكن لي نوقف نتوقف على اليمين. على اليسار لا، دايرين ممنوع التوقف، يمكن لي نوقف على اليمين، يمكن لي نوقف على اليسار. نعم، حيت هنايا يمكن لي ندير أي حاجة من غير ممنوع التوقف على اليسار، الوقوف مسموح على اليسار. سؤال 39. أنا في المكان المناسب باش ندور على اليمين في ملتقى الطرق اللي جاي؟ نعم، الجواب 1. لا، الجواب 2. هنايا كما كيبان لنا راه الخطوط الصفراء مبقى تمنع غير الوقوف والتوقف. يمكن لي ندوز فوق هذا إلا كنت غادي في سؤال 40. في هذه الحالة المسافة اللي بيني وبين الشاحنة اللي قدامي كافية؟ نعم، الجواب 1. لا، الجواب 2. هنا غادي لطريق السيار وخلينا 3 خطوط ديال مسافة الأمان راه كافية. طريق السيار نخليو غير 3 خطوط، هنا راه 3 ولا أكثر. مسافة الأمان راه كافية. نتمنى يعجبكم الشرح.